سامري هذا كان يعيش في جزيرة في البحر، وسامري له قصة أنه قد أبصر جبريل وعرفه، وكان جبريل عليه السلام بأمر من الله يغذي سامري هذا، يجيب له طعام وشراب. وكبر السامري ولحق مع بني إسرائيل بعد ما تجاوزوا البحر ومشى معهم، وسمعهم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال السامري هذه الفرصة، خلينا نلاقي بس فرصة أنا نجعل لهم إلها، لما موسى ما سواه. أيوة. فلما وصل موسى أوحى الله إليه، قال له يا موسى صم 30 يوم، واليوم 30 موعدي معك عند الجبل، أكلمك كما كلمتك من قبل. فصام موسى 30 يوم، ويوم جاء يوم 30 يوم الموعد وراح، قال كيف أكلم ربي؟ لازم أخذ لي شيء طيب أطيب فمي بعد الصيام. قيل أخذ ورق شجر طيب وأخذ يمضغه ليطيب رائحة فمه. فأوحى الله إليه يا موسى أما علمت أن خلوف الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ أكمل 10 على 30. صام شهر ذي القعدة كاملا، وزاد عليه 10 ذي الحج، فكانت هذه 10 هي الزيادة. فلما جاء يوم عيد الأضحى يوم 10، يوم جاء ذلك اليوم كلم موسى ربه، قال له الله عز وجل، طبعا حصل كلام، قال له يا موسى ما أعجلك عن قومك؟ قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال أبد، إن السامري قد أضلهم، ارجع شوف ايش سوى. موسى طبعا قال لهارون اخلفني في قومي، فلما رجع وجد السامري، طبعا هنا يعني تجاوز نقطة وهي نقطة الرؤية. لما تكلم الله مع موسى وطرب موسى لسماع كلام الله، اشتاق إلى النظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. مهم بعد ما أفاق قال سبحانك تبت إليك، وجاء الخبر أن سامري أضل قومه، فرجع موسى غضبانا أسفا، وقد حمل معه في هذا اللقاء التوراة كتبها الله بيده وأعطاها لموسى في ذلك اللقاء، وهي عبارة عن ألواح بعضها على بعض. فأخذها موسى كان قويا، حمل تلك الألواح التي كتبها الله له، قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فحملها. فلما وصل بها قومه وجدهم يعبدون عجلا جسدا له خوار صنع من الذهب اللي سرقه نساؤهم. قال من شدة الغضب ألقى الألواح فتكسرت. هذا أول شيء. 2 أقبل على رأس أخيه يجره إليه هارون، كاد يضرب هارون ومسك لحيته وأراد يفتك به. موسى غضبان، الشرك، كيف يشرك بالله؟ وأخذ برأس أخيه يجره إليه. تكلم هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فأنا ما أملك إلا نفسي اعتزلتهم، أنا لا أريد أكون مع المشركين. صدقه. ثم أقبل على ذلك العجل الذي صنع من ذهب وأحرقه ورماه في النار. ثم أقبل على السامري قال وأنت أيها السامري المجرم إن لك أن تقول لا مساس، سيبتليك الله في جسدك فلا تستطيع أن تمس شيء ولا يمسك شيء إلا تألمت. الريح إذا مرت حولك آذتك، وهذا خير من قتلك حتى تذوق العذاب الأليم. ثم أخذ يعتذر يا رب، قال والله خذ
الجماعة 70 رجل من بني إسرائيل من خيارهم ويأتون يعتذرون. اختار موسى قومه 70 رجلا خيرة من في بني إسرائيل. يوم أخذوهم وذهبوا ليعتذروا ويتوبوا إلى الله ارتجف بهم الجبل وكادوا يسقطون. قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم وإياي وقت الشرك، الآن جايين تايبين، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ تاب الله عليه وجاء الأمر أن هذه التوبة معلقة بشرط واحد: هؤلاء 70 يرجعون إلى قومهم ويقتل بعضهم بعضا، فمن قتل غفر له ومن قتل غفر له. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. واستلت السيوف وبدأ القوم يضرب بعضهم رقاب بعض ليتوب الله عليه. فمن قتل تاب الله عليه ومن قتل تاب الله عليه، ولم يزالوا يقتتلون حتى غربت الشمس. فجاءت توبة الله، خلاص قد تاب الله عليكم.